والله الذي لا إله إلا هو إني ما أعلم موقفا ومقاما أعظم وأخطر من المقام هذا، مقام الكلام في العلم. قال الله وقال رسول، الإنسان يتكلم في العلم، فإن كان أهلا له منحه الله السداد فهنيئا له ويبطل. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وإن كان خذله الله وكله إلى نفسه وإلى الخلق فيا ويله ويا ويحه، والله لا يضبط، لأنه يخبط ويقول في دين الله وعلى الله بلا علم، فيضل بنفسه ويضل غيره. فهذا أخطر مقام، ويخشى على من تجرأ عليه واستهان به وتكلم بلا حجة أن يخسف الله به الأرض وأن يجعله عبرة المعتبرين. ومن يأمن على نفسه، من يطمئن؟ والله تعالى يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم محمد: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو قال علينا ما لم نقل، وحاشا صلى الله عليه وسلم، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وتين. قطعنا عرق القلب، نياط القلب. فما منكم من أحد عنه حاجز، ما حد يفزع له ولا ينصر. من يكره الوعيد وتجرع على الكلام في قال الله وقال رسوله بغير علم وغير حجة، أخطر شيء الكلام، القول على الله بلا علم ولا حجة أكبر والله الذي لا إله غيره من الشرك الأكبر، وأعظم من الزنا واللواط والربا وكذا والقتل وكل شيء. إن الله ذكر المحرمات ورتبها ترتيبا تصاعديا، مبتدئا بأدناها ومنتهيا بأعلاها. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أخطر شيء. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ومن قال على الله تعالى في دينه بغير حجة فقد كذب، قد كذب. من أخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه فهو كاذب. لكن إن تعمد فهو آثم، وإما تعمد فالله يعفو عنا وعنه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يعبرون أحيانا بمن حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوهم، يقولون كذب. حدث أبو هريرة رضي الله عنه بحديث فوهم، فقالت عائشة: كذب أبو هريرة. فلما عاد الحديث على وجهه قالت: صدق أبو هريرة. لا تظنون هذا مقام سهل، والله ما يتجرأ عليه إلا إنسان نسأل الله العافية مقفل على قلبه وعلى خطر من الزيغ. الأمر ترى عظيم، لا تتساهلون في طلب العلم وتظنكم تأخذون بسرعة مثل ما يسمونها الآن الوجبات السريعة والسندويشات. هذا ما هو بعلم، ذا يبون متن بدرس واحد، متن عقدي بدرس واحد، يقول عاقد هذا. سبحان الله، ما يعرفوا قدر العلم هؤلاء. ثم إنك دخلت في طريق العلم وسلكت طريق العلم، الله لتفضل عليك، اخلص لله لعل الله أن يتمم عليك ويثبتك ولا يزيغ قلبك بعد إذ هداك. كم من أحد طلب العلم